وبكل مصداقية سيكون هناك تغيير جذري في الانتخابات المقبلة لغالبية أعضاء مجلس الأمة. أننا نجدد المطالبة بالإصلاحات الحقيقية والحكومة بمحاسبة سراق المال العام الذين هربوا للخارج، والحكومة تعرف قضية المدير العام للتأمينات الاجتماعية ودوره. لماذا لم تبعث بمذكرة للانتربول للقبض عليه، علما بأنه مدان بسرقة أموال الشعب؟ ونحن كممثلي الحركة الشعبية الوطنية لن نصمت، وهموم المواطن خط أحمر، وإذا صمتت الحكومة والمجلس فلن نصمت نحن. ثم أين أنت يا رئيس الوزراء مما قال أحد الأعضاء السابقين علي الراشد بالسرقة المليارية للمترو؟ فنحن في الحركة الشعبية الوطنية نطالب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يحاسب وزراءه، وفي مقدمتهم وزير الصحة، وكل وزير لا يؤدي دوره، ولا بد أن يقال كل وزير من منصبه إذا تقاعس في أدائه، وليس من خلال طرح الثقة، ولا بد أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. فنحن نسمع بالتنمية ولا نراها، أين التنمية يا رئيس الوزراء؟ كما نطالب رئيس الوزراء أيضا أن يفعل دور الحكومة في النهوض بالبلاد ودفع عجلة التنمية الحقيقية وليست الوهمية، واحترام حقوق المواطنين، وعدم المساس بجيوبهم، وإيصال الاقتصاد إلى بر الأمان والسرعة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا كما أمرنا والدنا صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، لتصبح الكويت دولة متطورة تواكب الدول المتقدمة. والسلام عليكم.